كمان حاولي وانتي بتوفقي اطقم اللبس تاخدي حاجات تنفع تعملي بيها تباديل مع بعضها. يعني طرحة ممكن اجيبها تمشي مع لبسين او ثلاثة انا واخداهم. وحاولي ما تكتريش في عدد ملابس كتير. يعني قنني الموضوع. يعني انت في البيت مش بنقعد في البيت كتير في المصيف مثلا، فكفايه حاجتين او ثلاثة بالكتير. وكذلك للولاد لبس اللي هو بالتيشيرتات والحاجات اللي هي بيخرجوا بيها مش هتكتري منها. انت هتحتاجي حاجات اللي هي الخفيفه، اللي هي الشورتات للولاد والبنطكورز والحاجات اللي هي زي دي والليجنز والحاجات دي هي اللي بتبقى الولاد محتاجاها اكتر على التيشيرتات والبادي للبنات. كمان في بقى حاجات صغيره عايزه اقولك عليها ما تنسيهاش. زي ايه؟ زي ما قلت لكم الاحزمه، الطرح والاشاربات والدبابيس زي ما قلت لكم الخاصه بيها، بندانات اللي انت بتلبسيها تحت الاشاربات او الطرح، الشرابات والمايوهات. ما تنسوش الحاجات دي. كمان ما تنسوش في ادوات تاخدوها معاكم زي قصافه الاظافر، المبرد، كمان فرش الاسنان الخاصه بافراد الاسره، اللوف الاستحمام الخاص بالاسره بكل الافراد يعني كل واحد، والشامبو والشاور الخاص بيكم. طبعا انا هتكلم في فيديو خاص بالعنايه الشخصيه اللي بتسبق المصيف والادوات اللي تاخديها معاكي في المصيف ان شاء الله. في حاجه مهمه جدا، لو انت رايحه في مكان مش خاص بيكي انت، فيفضل انك بتاخدي معاكي سجاده الصلاه ومصحف او اتنين صغيرين يكونوا معاكي. طبعا انت لو رايحه المكان خاص بيكي خلاص انت المصاحف بنكون سايبينها هناك. لكن لو انت رايحه مكان زي اوتيل، قريه سياحيه، شقه ايجار او شاليه ايجار، فده مكان غريب، خدي معاكي مصحف او اتنين يفضل يكون في الحجرات اللي انت بتكوني موجوده فيها انت والولاد. والاسدال الخاص بيكي وبنتك، او يعني لو عندك كذا بنت اسدال واحد ليهم كلهم كفايه عشان ما تشيليش حاجات كتير، او اسدال ليكي ولبنتك برضو مفيش مشاكل. وصلوا ورا بعض، مفيش اي مشاكل يا جماعه، عشان ما تاخدوش بس حاجات كتير ملهاش لازمه. طيب ده كان بالنسبه للحاجات دي، للحاجات الصغيره دي عشان ما ننساهاش. بالنسبه لل الاندرز والملابس الداخليه الخاصه بكل فرد، يفضل انه يكون في شنط تحطي فيها الحاجات اللي هي بتبقى صغيره اللي خايفه عليها تتنطور. لو كل واحد عنده الشنطه الخاصه بيه، فيفضل شنط تستخدمي شنط زي دي مثلا، وتحطي في الشنط دي الملابس الداخليه زي البانتي والبرا والحاجات الصغيره دي، تلفيها زي ما كنت علمتكم في فيديوهات طي الحاجات دي صغير، وتتحط لكل فرد شنطه مثلا زي دي، او حتى شنط بلاستيك. يعني انا الشنط اللي هي البلاستيك العاديه برضو. والشنط دي اساسا خديها معاكي، خليها معاكي، بحيث انك انت لو في ملابس مبلوله، ملابس متسخه هتيجي بيها في اخر وقت، تكون الملابس كلها موجوده في اكياس بلاستيك. الشنط برضو دي الصغيره دي تنفعك قوي برضو، تحطي فيها كل الحاجات الصغيره اللي انت خايفه عليها، زي ما قلت لكم دلوقتي تلمي فيها الحاجات الصغيره اللي بتخافي عليها من دبابيس وحاجات زي كده، والميك اب والحاجات اللي هنتفق عليها بعد كده ان شاء الله. كل الحاجات الصغيره اللي انت خايفه عليها في الشنط اللي زي دي. بالنسبه للحاجات التانية اللي هي لو انت رايحه بقى ايه، زي ما قلت لك مكان غريب مش مكان خاص بيكي، مكان خاص بيكي انت هتسيبي فوطك وحاجتك وملاياتك وكل حاجه هناك في البيت. لكن لو انا رايحه بقى في مكان غريب، مكان مش بتاعي مش خاص بيا، فحتى ولو اوتيل زي ما سبق واتكلمت، فالافضل انه انا بستخدم ملايات خاصه بيا، فوط خاصه بيا انا اللي هي الفوط الشخصيه. خدي معاكي كمان لو انت رايحه مكان غريب عنك خدي فوطين مطبخ خليهم معاكي، عشان لو عوزتي تجففي حاجه او تجففي ايدك. خدي معاكي قطع قماش تكون قديمه للتنظيف، قطعيها لقطع كده وخديها معاكي لاي حاجه خاصه في المطبخ هناك وانت بتستخدميها. بالنسبه للملابس يفضل انك انت لو
عشان ما تشيليش مكوه معاكي يعني، خاصه لو رايحه مكان مش خاص بيكي، انه تكوي الملابس اللي هي المفروض بتتكوي، بتكويها ولفيها رول. ده بيحافظ عليها يعني المكوه تفضل اطول وقت ممكن. كمان يعني طي الرول ده في شنط السفر ما بياخدش حيز في الشنط، وتقدري ترتبي من خلاله الشنطه بشكل جيد. بالنسبه لاخر حاجه هقولها لك هي الادويه والاسعافات الاوليه الخاصه بيكو. بغض النظر حتى لو ما فيش طفل رضيع في البيت، فالحاجات الاسعافات الاوليه برضو حاجات خافضه للحراره، مسكنات للصداع او مسكن بشكل عام، ادويه معتاده انها بتتاخد سواء لامراض الضغط، السكر، اي امراض خاصه باي عضو في الجسم. كريمات انت بتحبي تستخدميها في الفتره دي، وخاصه السان سكرين. وفي من السان سكرين كريمات، وفي لوسيون انا كنت جايبه ده الحقيقه برضو جميل جدا، ليه استخدامات متعدده، حابه اتكلم عليه ان شاء الله في فيديو العنايه. ولو في حد بيتابع مع دكتور ما ننساش روجيتات الدكتور، علشان بيكون عليها ارقام التليفونات وفيها الادويه، لو انت نسيتي حاجه بيكون الروجيتات فيها اسماء الادويه اللي بيحتاجها المريض. والكريمات زي ما قلت لكم خاصه باي حاجه انت بتبقي عارفه انك انت في حاجه ليها في خلال السفر للمصيف. كمان ما تنسيش برضو يكون معاكي ابرتين خياطه وبكرتين خيط، واحده بيضه واحده سودا، زرارين او 3 ابيض واسود، علشان يكون لونين محايدين لاي حاجه ممكن تتقطع غصب عنك او للولاد برضو تكون معاكي. والحاجات الصغيره دي تتحط في شنط زي ما اتكلمت معاكم من الشنط دي. الشنط دي رخيصه جدا وموجوده في كل محلات الخردوات والحاجات اللي هي الصغيره دي. بالنسبه للشوزات والسليبر او الشبشب، انا بحب ايه؟ بحب ان انا والولاد وجوزي بنسافر بشوز واحده بس. الشوز دي هي اللي هستعملها خلال الفتره اللي انا موجوده هناك. لو انا رايحه المكان بتاعي خلاص انا مفيش مشكله عندي، انا باخد معايا وبسيب هناك مش مشكله. لكن لو انا مسافره ورايحه مكان مش عايزه اشيل فيه شوزات كتير، فيفضل هو كوتشي او شوز بتتلبس وقت السفر، وممكن ناخد واحده كمان معانا. والشبشب اللي بناخده او السليبر اللي بناخده بخليه للبحر وبخليه للبيت، الاتنين مفيش مشكله. حابه تخلي لده حاجه ولده حاجه انتي وراحتك. ما تنسيش العاب البحر الخاصه بالولاد، تنسيهاش، اللي هي الحاجات اللي هي العوامات والحاجات اللي هي الجرادل والجاروف والحاجات اللي هي بيستخدموها الولاد خصوصا لو كانوا صغيرين، كوره عشان اللعبه في الميه، السان سكرين برضو اوعي تنسيه. خدي بقى ادوات تسليه وحاجات تسليه، العاب زي الكوتشينه والحاجات دي، خدي مجلات بتحبيها، خدي كتب بتحبيها، في حاجات كتير يعني. ما تنسيش مثلا انك تاخدي عصايه السيلفي علشان تصوير الصور، طبعا بتبقى جميله في خلال فتره المصيف. حاجات صغيره كمان ما تنسيش تاخديها. ما تنسيش شواحن للموبايلات او لموبايلات بقى، التابلت، لاب توب، اي حاجه، السماعات كمان، سماعات التليفون. كمان في حاجه مهمه جدا نسيت اقول لكم عليها بالنسبه للملابس، ما تنسيش تاخدي معاكي شماعات، ويستحسن تاخدي معاكي الشماعه اللي هي بيبقى ليها الجزء ده، مش بس اللي بتبقى كده، لا اللي بيبقى ليها الجزء ده عشان تساعدك انك تحطي فيها البنطلونات او الجيبات او الفساتين كمان. يعني خدي معاكي حسب الملابس اللي انت واخداها، ممكن تحطي على شماعه واحده طقمين مثلا، مش لازم حاجه واحده. حاجات صغيره برضو هقولك ما تنسيش تاخديها معاكي، انك انت لو انت حاجزه في ديزل قطر، حاجزه تذاكر في اي حاجه، او تيكت خاص الطيران، والباسبور الخاص بافراد الاسره لو هو سفر طيران، ما تنسيش تتممي على الحاجات دي قبل ما تنزلي. ما تنسيش البطاقات الشخصيه علشان لو انت رايحه كمان اوتيل او اي حاجه اثبات شخصيه، ما تنسيش الحاجات دي كلها ضروري جدا تتممي عليها وتاكدي عليها قبل ما تنزلي من البيت. في شويه حاجات عايزه اقولك عليها برضو تاخديها معاكي،
زي ما قلت لكم اكياس عشان تحطي فيها الهدوم اللي هي تكون اتسخت بالفعل وانتي راجعه، علشان ما تبهدليش شنطه السفر. حتى لو هتعملي شنطه للملابس المتسخه وانتي راجعه من المصيف. خدي معاكي كمان رول ورق مناديل المطبخ تفرشيه في التلاجة لو انتي رايحه في شقه ايجار او شاليه ايجار، علشان لما تحطي حاجتك تحسي انك انتي حاطه حاجتك بنظافه. ما تنسيش تاخدي معاكي كمان ترمس الشاي والايس بوكس اللي بتحطي فيه الحاجات عشان تفضل بارده، او انت بتحبي تاخدي كولمان، اي حاجه انت بتحبي تاخديها تحافظ على البروده. ما تنسيش الكابات، كابات الشمس، الحاجات اللي هي اللوك بتاع البحر اللي هو الكاب ونضاره الشمس، ما تنسيش الحاجات دي، والسان سكرين. هي دي الحاجات الاساسيه بالنسبه للبحر. بالنسبه ليا يعني انا يعني حبيت ااكد على حاجه ونصيحه شخصيه لك ان تتقبليها او ترفضيها، فدي حريه شخصيه. اول حاجه خدي بالك من ولادك، عينك عليهم ما تغفلش ولو لحظه. ويعني احنا رايحين عشان نتمتع ورايحين علشان نتبسط ونفرح ونشوف مناظر جديده ونشوف البحر ونشوف اللون الازرق اللي بيغير من الحاله النفسيه لينا. فعينك على اولادك وخدي بالك منهم كويس جدا، حتى ولو كبار، يمكن لو كبار كمان تاخدي بالك منهم اكتر من الولاد الصغيرين. تاني حاجه احب اقولك عليها، يعني انك انت لو رايحه مكان ايجار مش مكان خاص بيكي ومعاكي بيبي بيحبي، يا ريت تطهري الارض كويس جدا يوميا، وخدي بالك من الموضوع ده كانه بيتك بالظبط. خدي بالك من النقطه دي. حاجه ثالثه احب اقولها ليكي كاخت تقبليها مني، يعني كلكم اخواتي وحبايبي، حافظوا على حجابكم يا جماعه وقت المصيف. ما تتنازليش عن الحشمه والحجاب والاحترام، ما تتنازليش عنهم لمجرد انك انت رايحه مصيف. زي ما انت متعوده تنزلي من باب بيتك، حافظي انك انت في المصيف نفس الكلام يكون. ودلوقتي في مايوهات خاصه بالمحجبات جميله جدا، اتاكدي ان حجابك مظبوط علشان الميه لو نزلتي في الميه الحجاب ما يرجعش وشعرك يبان. حافظي على النقطه دي كويس جدا جدا، دي نصيحه مني كاخت ليكي. سفر سعيد واجازه سعيده، مصيف سعيد، وترجعوا بالف سلامه. هنكمل ان شاء الله سلسله الفيديوهات. اشوفكم فيديو جديد كليفر مامي. السلام عليكم ورحمه الله.